السلام عليكم، اهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. اليوم بغيت نشارك معكم طريقه ديال تحضير صابلي ديال اخر لحظات في ليله العيد. كيجي رائع جدا بطريقه بسيطه، كيتوجد بسهوله وفي المذاق كيجي ولا اروع، كذلك في الشكل كيجي هش ولذيذ. نتمنى تجربوا، اكيد غيعجبكم. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وكذلك الطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. كناخد اناء، غادي نوضع فيه قبيصه ديال الملح، كذلك غادي نوضع سكر بنكهه الفاني، تقريبا وضعت معلقه. غادي نديرو ساشي الا كانت متوفره ساشي. غادي ندير الزبده، فالكميه ديال الزبده 125 غرام. وغادي نحتاج الكاس ديال سكر كلاصي، اي ما يعادل 100 غرام. بالنسبه للزبده ضروري انها تكون بدرجه حراره الغرفه، فكنخلط هاد الزبده مع هاد المكونات الاخرى، كنخلط مزيان. فالزبده ضروري تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش داجه في الثلاجه، باش هكذا دغيا كتخلط وكتنسجم. دابا غادي نضيف جوج ديال البيضات كيف كتشوفوا، وغادي نخلط المكونات مع بعضها. كيف كتشوفوا معايا الزبده راه دغيا تخدمات، حيتاش راه الجو سخون. كيف كتشوفوا معايا الخليط هنا كريمي. ودابا غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق فراني غادي نبقى نضيفه تدريجيا، في الاخير غادي نقول لكم شحال استعملت بالضبط ديال الدقيق. كذلك غادي نضيف الخميره، خميره كيماويه، اي البيكينغ باودر. وغادي نستعمل اليد ديالي في الخلط ديال هاد المكونات. ودابا غادي نضيف الخليط اللي باقي عندي في زلافه. فالكميه اللي استعملت ديال الدقيق تقريبا 3 ديال كؤوس ديال العنبه، يعني القياس دائما بكاس عنبه، اي ما يعادل بالغرام تقريبا 300 غرام. وغادي نجمع الخليط كيف كتشوفوا معايا. ممكن يعني تضيفوا اكثر او لا تضيفوا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق، واش الدقيق كيشرب ولا لا. فغادي نجمع العجينه حتى غادي نحصل على يعني واحد العجينه اللي هي سهله في التشكيل. فهنايا راني ضفت نص كاس، يعني تقريبا 3 ديال الكؤوس ونص ديال العنبه، وجاتني يعني العجينه هي هذيك. ودابا فراني غادي نحتاج البيض ديال البيض وكذلك الزنجلان. ودابا غادي نشكل بهذه الطريقه هذه. ناخذ شويه ديال العجينه كنشكل هكذا بهذا الشكل، وكنوضع في هذا البيض ديال البيض، وغادي نستمر بنفس الطريقه. غنديرهم بحجم واحد، يعني بنفس الحجم، ماشي شي كبير وشي صغير. وهاد الاولى هذه كيف كتشوفوا نوضعها في الزنجلان بهذه الطريقه، الاخرى حتى هي، والثالثه. وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه. كيف كتشوفوا كنقلبهم في الزنجلان، فراه كيجيو رائعين. غير كنوضعها في هاد الصينيه ديال الفرن، وكنشكلها على شكل هلاليه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. الطريقه راها سهله وما صعيباش نهائيا، وراني غادي نستمر بنفس الشكل. كنقادهم بهذا الشكل هذا، كنحاول باش نديرهم كاملين بنفس الحجم، كاملين ندير فيهم الزنجلان. وغادي نكمل. ناخذ عجينه اخرى ونحربلها بهذا الشكل هذا، ونستمر بنفس الشكل بنفس الطريقه حتى نكمل. دائما بيض ديال البيض، ومن بعد كنديرهم في الزنجلان باش هكذا كيلصق عليهم هذاك الزنجلان. وحتى في المذاق فاش كيطيبوا راه كيجيو رائعين جدا.
ومن بعد ما نكملهم كاملين غنستمر بنفس الشكل كيف قلت لكم. وكيف كتشوفوا معايا في الفيديو انا راني مسخنه الفران على درجه حراره 180. غادي ندخلهم للفرن. راني ما كنبعدش بيناتهم بزاف حيت ما وضعتش الخميره، يعني راهم ما غاديش يتنفخوا، وغادي ندخلهم للفران. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طابوا. هكذا كيجيو، هذا هو الشكل ديالهم اللي كيجيو كيعطيو في الاخير بهذا الشكل، كيجيو رائعين. كيف كتشوفوا من الداخل كذلك كيجيو رائعين، كيجيو مقرمشين هشاش ورطبين بزاف بزاف. كيجيو واحد المذاق اللي هو رائع جدا. اكيد الا جربتهم فراكم ما غاديش تسخاو عليهم، ديما غادي تبقاو تجربوهم. حلوه رائعه كتجي مع اتاي ولا اروع ولا احلى. نتمنى تجربوها، فاكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. والحمد لله، اللهم لك الحمد على ان بلغتنا شهر رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله، ويا ربي احسن لنا الختام. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا واعده ايامنا اعواما عديده. ويا ربي دخل علينا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه، عواشركم مبروكه ان شاء الله، تعيدوا وتعودوا. واللهم اجعل لنا رمضان عتقا من النار وتقبل منا يا رب، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين اللهم يا رب. عواشركم مبروكة، شكرا لكم بزاف. دمتم في رعاية الله، إن شاء الله نتلاقاو في وصفة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.